بصوا بقى، حاجة سهلة وبسيطة جدا وما فيهاش اي مشكلة خالص. بنروح نشتروها من بره بحاجة باسعار مش رمزية، اسعار باهظة الثمن زي ما بيقولوا. انا جايبه لكم النهاردة طريقة الرز باللبن بالكريم شانتيه اللي احنا بنروح نشتروه من عند محل كده. اسمه بسم الله ما شاء الله مسمع في كل حتة في الجمهورية. فانا النهارده نويت ان انا اعمله لكم واعمل لكم حاجه سهله وبسيطه جدا. حاجه يعني لا تذكر، وحاجات من قلب البيت، وحاجات بتمن بسيط جدا. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما ابتدي بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايزه ادوقه قدام منكم وتقولوا لي، وانتوا كمان ان شاء الله ما تعملوا بتقولوا لي ايه رايكم. خليكم معايا. بصوا بقى، ده يعني انا مش عارفه ادوق ده ولا ده ولا ده ولا ده، بس انا ايه، هاخد اللي على الاولاني ده اهو معاكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوقه بقى. طبعا لسه ما حطيتوش في التلاجة، بس لما احطه في التلاجة هيبقى حاجة تانية تانية تانية. ماشي. الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. جميل، طعمه جميل جدا، مش مسكر، بس حاجة تحفة وجبارة. يلا معايا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدوا ونشوفوا احنا هنعملوه ازاي بطريقة سهلة جدا جدا جدا. وانا من هنا انا عامله دوت علشان خاطر بنوتي بتحب الحاجه اللي هي من غير ايه، مش مسكره، فانا عملت دوت مش مزوده فيه السكر قوي يعني. ماشي، انا مش عايزه اطول على حضراتكم. واللي يتفرج على على الطريقه بتاعتي من مطبخ منوعات ماما مها يبعت لي تعليق ويقول لي اذا كان المطبخ بتاعي عاجبه ولا لا. والله انا يعني انا بتقبل اي انتقاد بيجيلي، وان شاء الله القناه بتاعتي تعجبكم لانها سهله وبسيطه جدا. ويلا بينا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة هعمل لكم حاجة حلوة وهتعرفوا هي اسمها ايه. من الأعمال اللي احنا عملناها هتعرفوا اسمها ايه. أول حاجة أنا جبت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أنا جبت مية وحطيت فيها رز، وهنمسك الرز ده هنسلقه هنهريه عايزينه يستوي، وبعد كده هنشوف المرحلة التانية هنعمله فيها ايه. رحنا المرحلة التانية جايبين ايه يا مها، جايبين كريم شانتيه اهو زي ما انتوا شايفين، وهنروح حاطين عليه كوباية من اللبن الساقع وهنضربوه ضربا مبرحا. ماشي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتوا شايفين هنزل ايه حبة بحبة. ماشي. بصوا يا جماعة، انا جبت ب10 جنيه اللي هي الكريمة اللباني. ماشي. اللي عنده وش قشطة يحطها، واللي عنده كريمة لباني يحطها، اي حاجة. المهم ان ايه الحاجة دي عشان بتديها تيست وطعم جميل جدا. اقفل. بصوا يا جماعه اهو، انا دلوقتي حطيت ايه، حطيت الرز عشان يستوي وحطيت عليه الكريمه اللباني. خلاص كده. وبعد كده هتعملي ايه يا مها، هنحطه ايه، هنروحوا جايبين اللبن بتاعنا اهو، هنحطه اللبن بتاعنا يستوي معاه. انا جايبه ايه كيلو لبن، بس انا احط حبه بحبه على بال ما هو ايه يستوي. خلاص يبقى ايه كده يا مها، حطينا الميه وحطينا الرز، لما يستوي حطينا عليه الكريمه اللباني وحطينا عليه اللبن، وهنحط عليه رشه من الملح ونسيبه يستوي خالص، وهنحط السكر بعد كده، ده حسب الرغبه، بس هنحط ايه حبه سكر. خلاص كده خليكم معايا. طبعا المرحله اللي فاتت ضربنا الكريم شانتيه وحطيناه في الفريزر عشان يجمد، وبعد كده هوريكم ايه المرحله اللي هعملها بعد كده. ماشي. واللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي لايك ويعمل لي شير ويقول لي من انهي بلد متابعني، ويكتب لي انتقاداته ويكتب التعليق ويقول لي ايه رايه في القناه بتاعتي. بصوا يا جماعه، المرحله الثالثه انا جبت ايه، طبعا دي مكان اللبن اهو زي ما انتم شايفين، وهنروحوا جايبين الايه النشا بتاعنا، وهنروحوا حاطين، هنعمل ايه الطبقه دي هتبقى طبقه مهلبيه. ماشي اهي زي ما انتم شايفين كده. ايه بنقلبه النشا، نشا الذره مع اللبن علشان خاطر ايه هنعمله مهلبيه. دي المرحله الثانيه، دي كلها طبقات على فكره. ماشي. خليك ماسك كده يا سيسو. وبعد كده هروح ايه على حسب الرغبه بردك السكر، انا حطيت دول، وهنحط بردك رشه من الفانيليا. ادي الفانيليا اهي معايا، هنرش ايه حبه من الفانيليا علشان خاطر تديها ريحه حلوه. خلاص كده. يبقى هنرجع تاني ونقول حطينا ايه يا مها، حطينا هنا ده لبن ونشا الذره وسكر وفانيليا، دي طبقه من ضمن الطبقات. خلاص كده. المرحله الرابعه هنجيبه ايه، انا كان عندي لفه من الجلاش حطها في الفريزر، خدت نصها ورحت مكسراه وهي متلجه كده، كسرتها وحطيت عليها معلقتين سمنه بلدي، وهنحط وريني كده ياسين،
وهروح حاطين ايه معلقتين من سكر البودر زي ما انتم شايفين، واحطها على النار وايه وهحمص الجلاش. بصوا بقى ادي اهو الرز بلبن بتاعنا بيستوي. هنعمل فيه تكايه حلوه قوي. هتعمل ايه يا مها؟ هنقوم واخدين معلقتين من الرز بلبن اللي هو بيستوي عندنا ده، وهنروحوا ايه واخدينهم وسايبينهم لما يبردوا خالص اهو، لما يبردوا خالص وهنضربهم في الخلاط. ماشي. بلبن اهو خلاص يستوي، ودوت المعلقتين اللي انا خدتهم من رز بلبن ضربتهم في الخلاط. دي التركه اللي هتمسك الرز بلبن بتاعنا. بعد ما ضربتهم في الخلاط احطهم على الرز بلبن. ماشي. خلاص اهو كده الرز بلبن بتاعنا معلش البخار جاي على الكاميرا كده. الرز بتاعنا خلص. ماشي. والمهلبيه خلصت، والكريم شانتيه خلص، والجلاش في الفرن. بصوا بقى المرحله ديت، ادي المهلبيه خلصت، وادي الكريم شانتيه اهو ضرب زي ما عرفنا. هناخد معلقتين من الكريم شانتيه وهنروح حاطينهم فين على المهلبيه عشان يديله تيست وطعم حلو. خلاص كده ونقلب كله ببعضه، وبعد كده هنجيب بقى المكونات بتاعتنا كلها ونشوف هنعمله ايه بقى. بصوا بقى يا حبايبي، ادي الرز باللبن، وادي المهلبيه اللي حاطين عليها حبه من كريم شانتيه، وادي الجلاش بتاعنا ماشي بعد ما حمصناه بالسمنه البلدي والسكر البودر، وادي الكريم شانتيه، وادي الاطباق بتاعتنا هنرصوها فيها. وشوف انا هعمل ايه. بصوا حبايبي، اول حاجه هتعملي ايه يا بنتي يا مها؟ هناخده اهي، معلش البخار انا عايزه ايه، هو بعد كده هيبقى ساقع، هتحطوه في التلاجة وهتاكلوه ساقع. هتحطوا طبقة من رز بلبن وطبقة من مهلبية. الاول هنحط، لا معلش سوري انا اسفة، هنحط طبقة من الجلاش، وبعدين طبقة من رز بلبن، وطبقة من مهلبية، وطبقة من كريم شانتيه. هو دوت الرز بتاع مين؟ بلبن. ايوه، بدل ما هنروح هنشتروا حاجة وحاجة مبلغ، لا هنعملوه في البيت وهتبقى حاجة نظيفة وحاجة جميلة جدا. يلا بينا نبتدي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه اهي زي ما انتم شايفين، اول حاجه حطينا ايه اهو، حطينا الرز بلبن. وبعد منها يا ما تعملي ايه؟ هروح واخدين المهلبيه بتاعتنا. طب بصوا، خلي دوت هعملوه العكس. ماشي. ادي حطينا هنا ايه المهلبيه بتاعتنا، وهنروحوا جايبين الجلاش بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. هنحطها ايه من فوق، يعني الطبق التاني انا هنعمل العكس. هيبقى منين؟ هيبقى الجلاش هو اللي تحت، وبعد كده هنحطه ايه المهلبيه. خلاص كده. وبعد كده نحطه ايه بقى، نروحوا حاطين طبقه من الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين. ماشي. انا هظبط الدنيا وهرجع لكم تاني. بصوا حبايبي، ادي الطبق التاني اهو، حطيت فيه طبقه من الجلاش. خلاص. وهنروح حاطين فيه ايه يا جماعه؟ هنقوم حاطين فيه طبقه من الرز بلبن بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. خلاص كده. وبعد كده هتعملي ايه بقى؟ هنروح حاطين طبقه من ايه المهلبيه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنقوم، معلش انا هنظبط الدنيا وهرجع لكم تاني. بعد ما ظبطت الدنيا وادي الكميه اللي انا عملتها، ايه رايكم بقى؟ والله العظيم حاجه سهله وبسيطه جدا، وهتعملوها اقتصاديه في بيتكم وهتوفرها لعيالكم. ودي كانت وصفتي النهارده من مطبخ منوعات ماماها، واشوفكم وصفه جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.